السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة سهلة وجميلة جدا، وطبعا ما يخلاش سفرة رمضان منها القطايف. بس بدل ما تشتريها من بره تعالي وانا اقولك طريقتها، هخليها لك طرية زي الملبن زي ما انت ما شايفة كده، طرية خالص وناعمة جدا، وحتى التخريمات اللي جوه هي مورياك ان هي ناجحة وجميلة جدا. وكمان لما تيجي تعمليها تقليها او تحمريها هتطلع معاكي ناشفة ومقرمشة كمان من بره. تعالي بقى لما اقولك يا قمر على الطريقة بتاعتها، سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد معاكي اي وقت ولا اي مجهود، سهلة جدا. وطبعا مقاديرها يعني في اللي موجودة عنده في البيت، وفي لو اشتريتيها بسيطة جدا، مقاديرها بسيطة قوي، هتعمل معاكي كمية كبيرة جدا. ولو حبيتي كمان تفرزيها هتفرزي منها عادي في الفريزر، وهوريكي ازاي تفرزيها. انا معايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا نص كوباية من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة. كمان المكونات بتاعتي معايا ربع معلقة من البيكنج باودر، ومعايا ربع معلقة من البيكنج صودا، ونص معلقة من الخميرة، ومعايا كمان نص معلقة من السكر. لو عايزة تكتري سكر براحتك، بس لما كترت السكر طرت لي العجينة، لكن لما قللت السكر بتاعها العجينة نشفت وكانت كويسة. انا هجيب كوبايتين من الدقيق، انا هخليكي تعمليها على طول في الخلاط، مش هتاخد معاكي اي وقت. هتحطي كوبايتين المية في الخلاط، وتنزلي بدقيق السميد وكمان بالدقيق بتاعي الكوبايتين الدقيق. وبعد كده هتنزلي بالمواد الرافعة اللي هما الثلاث مواد الرافعة علشان ما تبقاش مكتومة معاكي. وهتنزلي كمان بنص معلقة السكر، كله مع بعضه كده. وبعدين هحطها في الخلاط لحد ما المجموعة كلها تتناسق مع بعض وتتجانس مع بعض وتبقى كويسة جدا. بصي شكلها كده بعد ما ضربتها في الخلاط. هبتدي ان انا احطها في حاجة واسعة او حاجة كبيرة او براحتك، لو عايزة تسيبيها في الخلاط لو مش هتستخدميه تاني خليها كده على جنب لحد ما العجينة بتاعتك ترتاح شوية 10 دقايق. وهنزل كده بالكيس بتاعي على العجينة عشان ما تعملش وش والوش بتاعها ينشف. طبعا هي ما فيهاش ولا زيوت ولا دهون ولا اي حاجة. وهسيبها كده على جنب 10 دقايق بالظبط. وبعد ال10 دقايق هبتدي اني انا اشتغل فيها بقى. هشيل الكيس ده من عليها، وهجيب اي حاجة يكون ليها بوز، اي حاجة يكون ليها بوز زي كده، ازازة ليها بوز، ممكن تكون كوز مثلا، كوباية، اي حاجة ليها بوز. وهبتدي اني انا اقلب تقليبة بسيطة خالص كده، وهنزل بالعجينة. هقولك بقى العجينة، بصي لو ناجحة هتديكي الاخرام اللي انت شايفاها دي، لو مش ناجحة مش هتديكي اخرام خالص. تمام كده معايا. وهبتدي اني انا اطلعها. بصوا كده العجينة معايا جميلة قوي. لو العجينة تقلت منك حط لها شوية مية، لو حسيتي ان العجينة خفيفة زودي شوية دقيق. يعني دي او دي في ايديكي، ان انت تقدري ان انت تعمليها براحتك خالص. وهبتدي ان انا انزل بالطاسة كده، طاسة تيفال تكون ايه، اعملها على درجة حرارة متوسطة، ما اعملهاش على درجة حرارة عالية علشان تطلع معاكي كويسة، وتحميرها كمان من تحت كويس. بصي طالعة معايا ملبن خالص ازاي، وطرية جدا وجميلة قوي. بجد عجينة كانت حلوة وممتازة معايا، وكان طعم العجينة نفسه لوحده كويس قوي. تقدري بقى الحشوات دي بقى براحتك انتي، لو عايزة تحشيها لحمة، لو عايزة تحشيها جبن، دي الحشوات دي بقى براحتك انتي. انا العجينة انا عملتها لك دي الاساس، اساس القطايف. بعد كده الحشوات دي بقى براحتك انتي خالص. تعالي بقى اوريكي لما ايه احشيها واحطها في الزيت واوريكي شكلها عامل ازاي. انا حطيت شوية زبيب وعليهم جوز الهند، وكمان عليهم شوية سوداني مجروش. ممكن احشيها جبنة عادي خالص، احشيها لحمة مفرومة عادي جدا. وهبتدي اني انا اقفل العجينة بتاعتي كده زي ما انت ما شايفة كده. هنقفل العجينة بتاعتنا، وبعد كده هنروح ايه ان احنا نحمرها.
بعد ما قفلنا العجاين بتاعتنا القطايف بتاعتي خالص كده، اوريكي بقى لما تحبي ان انت تخزنيها، خزنيها وهي مقفله في كيس بلاستيك زي ما انت ما شايفه كده وهي مقفله، وتطلع من الفريزر على الزيت على طول سخن، ويكون الشربات معاكي بارد زي ما انتي ما شايفه كده. وادي هي دي كميه القطايف اللي انا طلعتها من كوبايتين الدقيق، وكمان نص كوبايه السميد، عملت معايا كميه كبيره جدا. وادي شكل القطايف القمر بتاعتنا بعد ما خلصناها. بصوا من بره مقرمشه ومن جوه طريه وجميله، وطعمها كان خطير، حلوه جدا على فكره، احلى كمان من اللي بتشتريها جاهزه من بره. وبألف هنا وشفا. لو أول مرة تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. معاكي أم يوسف من قناة أكلة وتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.